تخيل لو رجعنا بالزمن 10 سنين بس وبصينا على خريطة مصر، مش من على جوجل لكن من على أرض الواقع. كنا هنشوف بلد بتصارع تحديات اقتصادية صعبة، مشاكل كهرباء، ضغط سكاني، بنية تحتية محتاجة تتبني من جديد. لكن السؤال الحقيقي مش إيه اللي اتقال ولا إيه اللي اتكتب. السؤال الحقيقي هو إيه اللي اتبنى فعلاً على الأرض. في الحلقة دي مش جايين ندافع عن حد ومش جايين نهاجم حد، إحنا جايين نفتح ملف مهم جداً، كشف حساب بالأرقام عن أهم المشروعات اللي اتعملت في مصر خلال آخر 10 سنين، من 2016 لحد 2026. مشروعات ناس شايفاها طوق نجاة وناس شايفاها عبء كبير، لكن في النهاية هي واقع موجود لازم نفهمه. القناة دي مش معمولة علشان تقولك تصدق أو تكذب، القناة دي معمولة علشان تساعدك تفهم. إحنا عارفين إن في ناس كتير معارضة اللي بيحصل، وده حق طبيعي، وعارفين كمان إن في ناس كتير الحياة ضغطاها لدرجة إنها مش قادرة تتابع ولا تشوف الصورة كاملة، وده مش اختيارهم، ده واقع صعب بيعيشوه. لكن الحقيقة دايماً بتكون أوسع من أي رأي واحد. كون إن في صعوبات ده لا يمنع إن في مشروعات اتبنت فعلاً، ومش معنى إن في مشروعات اتبنت يبقى مفيش مشاكل. لو أنت نفسك تفهم الصورة كلها، إيه المشروعات دي اتعملت ليه؟ وهتأثر عليك إزاي كمواطن؟ يبقى أنت في المكان الصح. أنا نور، وفي وقت من الأوقات كنت شايف إن البلد ماشية في طريق صعب جداً، وكنت شايف إن الصورة سودة، بس لأني بحب البلد دي قررت أدور، مش أسمع بس. دورت في الأرقام، في التقارير، في المشاريع اللي على الأرض، واكتشفت إن الصورة أعقد من مجرد رأي واحد، وإن في حاجات كتير بتتغير يمكن مش كلنا حاسين بيها بنفس الدرجة، لكن المؤكد إن البلد دي بتتحرك. يمكن الدليل الأقرب ليا شخصياً إني بقيت شايف حركة وشغل في مواسم كانت بتمر هادية زمان، وده خلاني أبص لقدام وأفكر، هل فعلاً مصر 2030 ممكن تبقى شكل تاني؟ أنا مش بقولك تصدقني، أنا بدعوك تشوف بنفسك. يلا بينا نفتح ملف أهم مشروعات مصر في آخر 10 سنين، ونشوف الأرقام، ونسيب الحكم ليك أنت. طيب، بعد ما فهمنا ليه الحلقة دي مهمة، خلونا نبدأ الرحلة. ورحلتنا النهاردة مش هتكون في مكان واحد، إحنا هنلف مصر كلها، من البحر المتوسط لحد البحر الأحمر، من الصعيد لحد قلب العاصمة. وهنبدأ من المشروع اللي كان بالنسبة لناس كتير بداية مرحلة كاملة جديدة. في سنة 2015 مصر أعلنت عن واحد من أسرع وأضخم المشروعات الهندسية اللي اتنفذت في تاريخها الحديث، مشروع قناة السويس الجديدة. المشروع ده ما كانش مجرد تفريعة مائية ولا مجرد توسعة لقناة موجودة، المشروع ده كان رسالة بتقول إن مصر قررت تعيد تقديم نفسها للعالم كمركز رئيسي للتجارة الدولية. قبل التوسعة، قناة السويس كانت بالفعل واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، لكن كان في مشكلة كبيرة، السفن كانت بتضطر تستنى ساعات طويلة وأحياناً أكتر من نص يوم علشان تقدر تعدي، وده معناه ببساطة وقت ضايع، ووقت السفن بالنسبة لشركات الشحن العالمية يعني فلوس. علشان كده جت فكرة إنشاء قناة جديدة موازية مع توسيع وتعميق أجزاء كبيرة من القناة الأصلية. وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، الطول الإجمالي للمشروع وصل لحوالي 72 كيلومتر، 35 كيلومتر حفر جديد بالكامل، و37 كيلومتر تطوير وتعميق للقناة القديمة. والنتيجة كانت واضحة جداً في الأرقام. زمن عبور السفن
انخفض من حوالي 18 ساعة ل11 ساعة بس، وزمن الانتظار اللي كان ممكن يوصل من 8 ل11 ساعة بقى حوالي 3 ساعات فقط. المشروع كمان زود القدرة الاستيعابية للقناة علشان تستقبل عدد أكبر من السفن يومياً، والهدف كان الوصول لحوالي 97 سفينة في اليوم. السؤال اللي اتسأل كتير وقت تنفيذ المشروع كان: هل كل ده هيجيب عائد اقتصادي فعلاً؟ الأرقام الرسمية بتقول إن إيرادات القناة وقت افتتاح المشروع كانت حوالي 5.3 مليار دولار سنوياً، ومع زيادة حركة التجارة العالمية القناة بدأت تحقق أرقام قياسية في الإيرادات في سنوات بعد كده. وده أكد إن الاستثمار في تطوير الممر الملاحي كان قرار استراتيجي طويل المدى. لكن تأثير القناة مش بيقف عند رسوم عبور السفن بس. قناة السويس بقت محور كامل لمشروعات لوجستية وصناعية ضخمة، زي تطوير الموانئ وإنشاء مناطق صناعية حوالين القناة، وجذب استثمارات أجنبية مرتبطة بالنقل والتجارة العالمية. يعني القناة مش بس ممر، دي بقت مركز اقتصادي كامل. وفي نفس الوقت كان في تساؤلات ونقاشات كبيرة وقت تنفيذ المشروع. ناس سألت: هل توقيت المشروع كان مناسب؟ وهل حجم الاستثمارات كان كبير مقارنة بالعائد المتوقع؟ وهي أسئلة طبيعية في أي مشروع قومي ضخم. لكن وجهة النظر الرسمية كانت دايماً إن تطوير قناة السويس مش رفاهية، لكن ضرورة علشان مصر تفضل منافس رئيسي في حركة التجارة العالمية. لو قناة السويس كانت مشروع بيربط مصر بالعالم، فالسؤال اللي كان لازم يتسأل بعدها هو: هل ممكن مصر تبني نموذج جديد لإدارة نفسها من جوه؟ وهنا ظهر واحد من أضخم وأجرأ المشروعات العمرانية في تاريخ الدولة الحديثة: العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. في قلب الصحراء بدأ مشروع مدينة جديدة بالكامل، مش مجرد كومبوند ومش مجرد حي سكني، لكن مدينة مصممة تكون مركز إداري وحكومي واقتصادي حديث. الفكرة الأساسية من المشروع كانت واضحة: القاهرة بقت واحدة من أكثر المدن ازدحاماً في العالم. عدد سكان ضخم، ضغط رهيب على الطرق، ضغط على الخدمات، ومؤسسات حكومية بتشتغل في مباني قديمة ومكدسة. تخيل موظف حكومي بيروح شغله يومياً في وسط القاهرة، زحمة مرور، مكاتب مزدحمة، إجراءات ورقية بطيئة. وده مش بس ضغط على الموظف، ده ضغط على المواطن اللي بيحاول يخلص ورقه أو خدمة. بحسب التصريحات الرسمية وتقارير اقتصادية، العاصمة الإدارية بدأت تحقق أرقام كبيرة جداً. حوالي 48 ألف موظف حكومي بدأوا ينتقلوا يومياً للعمل داخل العاصمة الجديدة، وتم الانتهاء من أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في المراحل الأولى. المساحة الكلية للمرحلة الأولى فقط حوالي 40 ألف فدان، وتم ضخ استثمارات وصلت لحوالي 500 مليار جنيه في البنية التحتية والمباني. العاصمة الإدارية مش مجرد مباني حديثة، المدينة مصممة على مفهوم المدن الذكية، يعني خدمات حكومية رقمية، أنظمة مراقبة وإدارة مرورية حديثة، شبكات إنترنت وبنية تكنولوجية متطورة. الهدف من ده كله تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية وتقديم نموذج جديد لإدارة الدولة. لكن التأثير الحقيقي للمشروع ما كانش إداري بس. العاصمة خلقت حركة اقتصادية ضخمة. قطاع الإنشاءات اشتغل بأرقام غير مسبوقة. آلاف الشركات شاركت في تنفيذ المشروع، ومئات الآلاف من فرص العمل ظهرت خلال مراحل البناء. كمان المدينة جذبت استثمارات عقارية وتجارية كبيرة، وده ساهم في تحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة بالبناء والخدمات. وفي المقابل، العاصمة الإدارية كانت من أكثر المشروعات اللي أثارت جدل في الشارع المصري. ناس كتير سألت:
هل توقيت المشروع مناسب في ظل التحديات الاقتصادية؟ وهل المواطن العادي هيقدر يعيش فعلاً في المدينة الجديدة؟ وهي تساؤلات منطقية جداً، لكن الرؤية الرسمية للمشروع بتقول إن المدن الجديدة مش بتتبني لحل مشاكل اليوم بس، لكن علشان تستوعب أجيال جاية وتمنع تكرار أزمة التكدس اللي حصلت في القاهرة. الفكرة ببساطة إن الدولة بتحاول تبني قلب إداري جديد يخفف الضغط عن العاصمة التاريخية ويخلق مساحة للنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل. لو العاصمة الإدارية كانت مشروع بيركز على تطوير الإدارة، ففي مشروع تاني يركز على تطوير حياة الإنسان نفسه، مش في المدن الكبرى، لكن في القرى والنجوع اللي عاشت سنين طويلة بعيد عن الخدمات الأساسية. في سنة 2019 أطلقت الدولة مبادرة اعتبرها ناس كتير أضخم مشروع تنموي اجتماعي في تاريخ مصر الحديث، مبادرة حياة كريمة. المشروع ده ما كانش مجرد تطوير طرق أو دهان بيوت، الفكرة كانت أعمق من كده. الفكرة كانت محاولة تغيير شكل الحياة بالكامل في الريف المصري. سنين طويلة كان في قرى كتير في مصر بتعاني من مشاكل أساسية جداً: مياه شرب غير منتظمة، شبكات صرف صحي ضعيفة أو غير موجودة، مدارس محتاجة تطوير، وحدات صحية بإمكانيات محدودة. مشاكل كانت بتأثر على جودة الحياة اليومية لملايين المواطنين. بحسب التقارير الرسمية للمرحلة الأولى من المبادرة، المشروع استهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركز في حوالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية. عدد المستفيدين من المرحلة الأولى فقط وصل لحوالي 18 مليون مواطن. ومن ناحية التمويل، تم تخصيص حوالي 350 مليار جنيه للمشروع، وتم صرف حوالي 200 مليار جنيه خلال مراحل التنفيذ الأولى، بنسبة إنجاز وصلت تقريباً ل 58%. لكن الأرقام الحقيقية بتظهر في نوعية المشروعات اللي اتنفذت. تم إنشاء وتطوير حوالي 169 محطة مياه شرب، و9 محطات معالجة صرف صحي. تم توصيل الغاز الطبيعي لمئات القرى، وكمان إدخال خدمات الإنترنت والألياف الضوئية لقرى لأول مرة. وفي قطاع التعليم، تم بناء وتطوير أكثر من 1200 مدرسة. وفي قطاع الصحة، تم إنشاء وتطوير مئات الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف. التحول الحقيقي هنا مش بس في المباني أو الخدمات، لكن في جودة الحياة نفسها. إن قرية يكون عندها مياه نظيفة وصرف صحي وخدمة إنترنت ومدرسة قريبة، ده معناه فرص تعليم أفضل وصحة أفضل وفرص شغل أفضل. المشروع كمان ساعد في خلق حركة اقتصادية داخل القرى. مقاولين محليين اشتغلوا في التنفيذ، فرص عمل ظهرت داخل المجتمعات الريفية، وحركة تجارية بدأت تنشط مع تحسين البنية التحتية. وفي نفس الوقت كان في نقاش مهم حوالين المشروع. ناس سألت عن استمرارية التمويل، وهل كل القرى هتستفيد بنفس الكفاءة؟ وكيف سيتم الحفاظ على الخدمات بعد تنفيذها؟ وهي أسئلة طبيعية لأي مشروع ضخم بالحجم ده. لكن الرؤية الرسمية بتقول إن تطوير الريف مش رفاهية، لأن الريف بيمثل نسبة كبيرة من سكان مصر، وتطويره جزء أساسي من تحقيق تنمية متوازنة في البلد. علشان أي دولة تقدر تبني مصانع وتشغل مدن جديدة وتوفر خدمات حديثة، لازم يكون عندها حاجة أساسية جداً: الطاقة. سنين طويلة كانت الكهرباء في مصر أزمة حقيقية، انقطاعات متكررة، ضغط على الشبكة، واعتماد كبير على الوقود التقليدي. لكن مع بداية خطة تطوير قطاع الطاقة، بدأت مصر تتجه بقوة نحو مصادر طاقة جديدة. وأحد أهم المشاريع في الاتجاه ده كان مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
بنبان في قلب صحراء أسوان، وبالتحديد في منطقة بنبان، تم إنشاء واحد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم. المشروع بيتكون من حوالي 40 محطة طاقة شمسية، وكل محطة بتنتج حوالي 50 ميجا وات، بإجمالي إنتاج يقارب 2000 ميجا وات من الكهرباء. وده رقم ضخم، يعادل تقريباً حوالي 90% من إنتاج السد العالي من الكهرباء. إجمالي الاستثمارات في المشروع وصلت لحوالي 40 مليار جنيه، والمشروع ساهم في توفير كهرباء نظيفة لمئات الآلاف من المنازل. وخلال مرحلة الإنشاء، المشروع وفر حوالي 20 ألف فرصة عمل وآلاف الوظائف المستمرة بعد التشغيل. أهمية المشروع ما كانتش بس في إنتاج الكهرباء، لكن كمان في دخول مصر بقوة في مجال الطاقة النظيفة، والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية، وجذب استثمارات دولية في قطاع الطاقة المتجددة. لكن زي أي مشروع ضخم، كان في تساؤلات عن تكلفة المشروع وعن استمرارية الاعتماد على الطاقة الشمسية في ظل تغيرات الطقس. لكن الاتجاه العالمي كله بيتجه نحو الطاقة المتجددة، وكان لازم مصر تدخل السباق ده. ولو كانت الشمس بتوفر طاقة المستقبل، فكان لازم يكون في مصدر طاقة قوي ومستقر يدعم الاقتصاد في الوقت الحالي. وهنا ظهر واحد من أهم اكتشافات الطاقة في تاريخ مصر الحديث. في أغسطس سنة 2015، شركة إيني الإيطالية أعلنت عن اكتشاف حقل غاز ضخم في البحر المتوسط. الحقل اتوصف وقتها بأنه أكبر اكتشاف غاز في تاريخ البحر المتوسط. احتياطيات الحقل قدرت بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وده رقم غير خريطة الطاقة في مصر بالكامل. والأهم إن الحقل دخل مرحلة الإنتاج بسرعة قياسية في أقل من 2.5 سنين من اكتشافه. اكتشاف الحقل ساعد مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في فترات طويلة، وده قلل استيراد الغاز من الخارج ووفر مليارات الدولارات كانت بتخرج من الاقتصاد المصري. وكمان ساعد في استقرار إنتاج الكهرباء، لأن محطات الكهرباء بتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي. حقل ظهر ما كانش مجرد اكتشاف طاقة، لكنه ساعد مصر تتحول لمركز إقليمي لتداول وتصدير الغاز، وجذب استثمارات جديدة في قطاع البحث والتنقيب. وفي نفس الوقت، كان في تساؤلات عن استدامة الإنتاج وعن تقلبات أسعار الغاز العالمية، لكن الحقل فضل يمثل صمام أمان مهم لقطاع الطاقة في مصر. بعد ما مصر قدرت تحقق نقلة كبيرة في ملف الطاقة من خلال الغاز الطبيعي في حقل ظهر والطاقة النظيفة في مجمع بنبان، بدأ يظهر سؤال استراتيجي مهم جداً: هل ممكن الاعتماد على مصادر الطاقة دي يكون كفاية للمستقبل؟ الغاز الطبيعي مرتبط بأسعار السوق العالمية، والطاقة الشمسية والرياح مرتبطة بعوامل طبيعية زي الطقس وساعات السطوع. وده خلى التفكير يتجه لمصدر طاقة مختلف، مصدر مستقر ويقدر يشتغل على مدار الساعة والسنوات طويلة. وهنا رجع حلم قديم للمصريين، للمصانع وللمدن الجديدة وللناس، وده كان محتاج شبكة نقل حديثة تربط كل ده ببعض. في السنوات الأخيرة، مصر بدأت تدخل بقوة في إنشاء منظومة نقل كهربائي حديثة، أهمها القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل. القطار الكهربائي الخفيف بيربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية، ويمتد لمسافة حوالي 90 كيلومتر، وبيتحرك بسرعة توصل ل 120 كيلومتر في الساعة، وبيقدر يخدم حوالي 500,000 راكب يومياً. المشروع ده هدفه الأساسي تسهيل التنقل بين المدن الجديدة، وتقليل الضغط على الطرق، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. أما مشروع المونوريل فهو واحد من أحدث وسائل النقل في مصر. خط العاصمة الإدارية
بيصل طوله لأكتر من 56 كيلومتر، وبيضم عشرات المحطات، وبيقدر ينقل عشرات الآلاف من الركاب كل ساعة. أهمية مشروعات النقل الكهربائي مش بس في تسهيل الحركة، لكن في خلق مدن قابلة للحياة، لأن أي مدينة جديدة من غير وسائل نقل حديثة بتتحول لمجرد تجمع سكني بعيد. وبرضه ظهرت تساؤلات حوالين تكلفة المشروعات، وحول قدرة المواطنين على استخدام وسائل النقل الجديدة. لكن الاتجاه العالمي كله بيمشي نحو النقل الكهربائي، لأنه بيقلل الزحمة، وبيقلل التلوث، وبيوفر وقت وجهد للمواطن. في النهاية، لما نبص على المشروعات اللي استعرضناها النهاردة، يمكن نختلف حوالين تقييمها، يمكن نختلف حوالين توقيتها، لكن صعب ننكر إن في حجم تغيير كبير حصل على أرض الواقع خلال السنين اللي فاتت. قناة السويس، الطاقة، المدن الجديدة، تطوير القرى، النقل الحديث. كل مشروع من دول لوحده ممكن نشوفه كخطوة منفصلة، لكن لما نحطهم جنب بعض هنلاقي إنهم بيشكلوا شبكة واحدة، شبكة بتحاول تبني شكل مختلف لمصر في المستقبل. الحقيقة اللي لازم تتقال إن أي دولة في العالم بتبني نفسها بتبني وسط تحديات وأزمات وضغوط اقتصادية واختلاف في الآراء، وده طبيعي جداً. ويمكن أصعب حاجة في رحلة البناء إن المواطن بيبقى محتاج يشوف نتيجة بسرعة، بينما التنمية الحقيقية غالباً بتاخد وقت. السؤال اللي كان مهم نجاوب عليه النهاردة هو مش بس إيه اللي اتبنى، لكن كمان كل ده هيفيد المواطن إمتى وإزاي. والإجابة الواقعية إن في نتائج بدأت تظهر بالفعل، وفي نتائج بتتبني دلوقتي، وفي نتائج تانية يمكن مش هنشوفها كاملة غير بعد سنين، لكنها بتتبني علشان أجيال جاية. وخليني أكون صريح معاكم، أنا كنت زي ناس كتير بشوف الصورة سودة وبسأل نفسي البلد رايحة على فين؟ لكن لما بدأت أدور وقارن بين الماضي واللي بيحصل دلوقتي على الأرض، اكتشفت إن الصورة أعقد وأوسع وأكبر من مجرد رأي واحد. يمكن مش كلنا حاسين بنفس درجة التغيير، ويمكن ظروف الحياة صعبة على ناس كتير، لكن اللي واضح إن البلد دي بتتحرك، وإن في محاولات جدية لبناء مستقبل مختلف. القناة دي مش معمولة علشان تقولك تصدق أو تكذب، القناة دي معمولة علشان تساعدك تفهم وتشوف الصورة كاملة وتقرر بنفسك. ولو شايف إن الحلقة دي أضافت لك معلومة أو خلتك تبص للواقع من زاوية مختلفة، ادعم القناة بالاشتراك وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية. وما تنساش تشوف الحلقات السابقة، لأن كل حلقة في القناة بتحكي جزء من حكاية أكبر، حكاية مصر واللي حصل فيها واللي ممكن يحصل فيها قدام. أنا نور، ودي قناة بتحاول تفهم مصر مش من بعيد، لكن من جوه الحكاية.